سلام البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نصايبوا وصفه اقسم بالله البنات الى رائعه للنساء اللي كيعانيو من تصبغات ديال البشره، عندهم مشكل ديال الكلف اللي ما كيبغيش يحيد واخا كيجربوا لي برودوي كاملين. هاد الوصفه هذه طبيعيه والمكونات ديالها سهله. تبعوا الفيديو حتى الاخير وما تنساوناش البنات من اللايكات ديالكم والبارطاج باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد. بالنسبه للمكونات ديال هاد الوصفه هذه غادي نحتاجو البنات كأس ديال الحمص يكون مطحون ومغربل مزيان. وغادي نحتاجو كما كتشوفوا يجي يكون بحال هكا. وغادي نحتاجو 2 بيضات بلديين. البيض يكون بلدي ضروري البنات، البيض البلدي راه كنعرفوا انه مفيد بزاف للبشره. غنحتاجو يا وحده كبيره يا 2 صغار. وغادي نحتاجو معلقه كبيره ديال الكركم. بالنسبه للكركم كتاخدو عند العطار داك اللي كيكون خاص البشره وكطحنوا عنده اولا كطحنوا في الدار، المهم ما تاخدوش مطحون. وغادي نحتاجوا لهاد الوصفه هذه ما. بالنسبه للماورد خذوا هذه ديال قرعه مسكونه، هي اللي كناخذ دائما، اولا داك الورد المقطر الا كاين هذاك يكون افضل. صافي البنات، هاد المكونات هذه غادي يهنيكم ان شاء الله من التصبغات ديال البشره وغيصفيو لكم الوجه ديالكم، خصوصا هذا الصيف، هذا الموسم ديال المناسبات. ان شاء الله يرجع وجهكم باللاره. بالنسبه للطريقه سهله، غادي ناخذ الحمص، غادي نديروه في الاناء اللي غنخلطوا فيه دوك المكونات. كما قلت لكم ضروري انكم تغربلوه مزيان باش ما يكونش باقي محبب، يدير لينا حساسيه للبشره ديالنا. صافي بعد ما ضفنا هذاك الحمص غادي نضيفوا عليه الكركم والبيض. نضيفوا كما قلت لكم معلقه ديال الكركم، ناخذوه ونأكد عليكم كطحنوه في الدار اولا كيطحنوا قدام عينيكم باش ما يكونش مخلط، لحقاش راه الوجه راه شي حاجه حساسه. صافي غادي نديروا البيض. كما قلت لكم البيض يكون بلدي، يا تكون وحده كبيره ولا 2 صغار، وجوجات منيت ماشي مشكل. بالنسبه للبيضه البنات راه كنديروه بالقشره ديالو، كنغسلوه مزيان لحقاش غنستعملوا حتى القشره ديالو. هنايا كنتاكد لا تكون ديك البيضه خضراء. صافي غنكبها ونزيد البيضه الاخرى ونديرو كما قلت لكم القشره ديالو حتى هي. هاد العناصر هما اللي كيخليو دوك التصبغات ان شاء الله يحيدوا. كما كنعرفوا البيض بلدي زوين للبشره، الكركم كذلك هو ضد التصبغات، والحمص راه زوين فيه ماده الكولاجين وكذلك كيجبد البشره وكذلك كيبيض وكيحيد حتى هو التصبغات. المكونات كلهم مفيده، ما غتخافوا منهم حتى حاجه. غنخلطوهم، نعاود نضيف ديك البيضه كما قلت لكم كنت غندير وحده ولكن صغار غندير 2. بالنسبه لهاد الوصفه هذه راه خصكم تداوموها باش تشوفوا واحد النتيجه ان شاء الله. غادي يعني غتعجبكم حتى الوجه ديالكم. مع كنخلطوها مع دانون الصوص راه كتعطيها واحد رطوبيه للوجه ديالكم. صافي غنحركوا العناصر مزيان. من بعد غادي نضيفوا ماء الورد، غنضيفوا الكميه المناسبه حتى يكون عندي الخليط يكون يعني ماشي سائل بزاف، يكون مهم كيف ما غتشوفوا في الفيديو غنوريكم بالتفصيل. ولا بغيتوا البنات كتضيفوا كذلك اللوز الحلو، حتى هو زوين بزاف للتصبغات. تقدروا تضيفوه للوصفه اولا تقدروا حتى من بعد وتضيفوه للوصفه وديروه للوجه ديالكم. يعني ما بغيتوش تخلطوه دابا كتخليوه حتى من بعد وكتخلطوه مع المقدار اللي غديروا للوجه والعنق ديالكم. بالنسبه لهاد الوصفه البنات راه تقدروا ديروها حتى للجسم ديالكم. كاينين البنات اللي كيكون عندهم مشاكل ديال الكلف في اليدين اولا في الجسم ديالهم، تقدروا تطبقوا هاد الوصفه هذه واخا كتبغي شويه ديال الصبر، لكن راه النتيجه ديالها كتخليك انك تطبقيها ما تندموش عليها ان شاء الله. صافي كنخلطوا العناصر مزيان. اذا غنحتاجوا مورد غنضيفوه، مازال انا غنضيف مازال شويه. صراحه وصفه سهله في المتناول وكتهنيك، وفي نفس الوقت كتبقى عندك شحال كتحتفظي بها في الثلاجه.
صافي بعد ما خلطناها غادي ناخدو واحد المول اولا شي حاجه، المهم فاش ديروها في الفران تكون هكا ديال التزاج. تقدروا انكم ديروا ليه ورق المطبخ اولا ورق الزبده من الاحسن الا كان متوفر عندكم. ومن بعد غادي نطبقوا عليه ديك الوصفه، نحطوها على هذا الشكل هذا. غادي نسرحوها باش ندخلوها الفران، مازال ما تخلطاش مزيان، نعاود نخلطها في المول ماشي مشكل. اصلا هاد العناصر كلهم غادي يطحنوا مازال. صافي غادي نطبقها في المول مزيان. ومن في هاد الاثناء راه كنكون شعلت الفران ديالنا وخليه يسخن مزيان، لحقاش غادي نطفيه على باش ندير فيها هاد الوصفه هذه، باش فقط انها تنشف، ماشي ما نخليوهاش بزاف في الفرن. المهم ندخلوها الفران يكون سخون بزاف البنات. صافي بعد ما خلطتها مازال شويه غادي نسرحها بحال هكا. الا كان عندكم ورق الزبده راه كيكون افضل. واخا كيبان لكم داك البيض ما مطحونش مزيان، راه معليش، المكونات كلشي غادي نعاودو نطحنوهم، يعني غيعاودو يتجانسوا مع بعضياتهم. صافي دابا غندخلوها الفران كما قلت لكم. كنسخنوه قبل على 250 اولا 300 درجه، كيكون سخون مزيان. ومن بعد كنطفيو ليه، وعاد باش كندخلو هاد المول الوصفه ديالتنا. وكنخليوها حتى كتيبس، يعني حتى كنحسوا بها يبسات شي 15 دقيقه 20 دقيقه على حسب السخونيه ديال كل فران. ومن بعد كنخرجوها وغادي نوريكم كيف ولات عندي. ها هي الوصفه بعد ما قصحت البنات، شفتوا كيفاش كتولي على هذا الشكل هذا، يعني تكون قابله للطحن، المكونات كلهم ولا قصا كتولي دايره بحال داك الخبز القاصح شويه كيف ما شفتوها. دابا غادي نديرها في الراس ديال مولينيكس وغادي نطحنها مزيان اولا الطحانه ديالكم، نوريكم كيفاش ولات. ها هي الوصفه البنات بعد ما طحنتها راه كتكون على هذا الشكل هذا. دابا غتكون قابله للاستعمال، لكن بعد ما طحنوها البنات حاولوا انكم تغربلوها وتعاودوا طحنوها، لحقاش البشره ديال الوجه حساسه، يعني ملي كندير لها شي حاجه حرشه راه كتخرج على الوجه ديالنا. داكشي علاش ضروري تغربلوها وتعاودوا طحنوها حتى تاكدوا انها صافي ولات رطبه، يعني مبقاش داك الحمص خشن. ومن بعد غادي تكون قابله للاستعمال. بالنسبه لطريقه التخزين راه كتخليوها في الثلاجه، غنديروها في بواطه ديال الزجاج اولا بلاستيك، ضروري نديرها في الثلاجه ديالي، وقت ما بغيت نستعملها كنستعملها. دابا غنوريكم طريقه ديال الاستعمال ديالها باش تطبقوها على البشره ديالكم. كناخذوا معلقه حتى 2 معالق من هذه الوصفه هذه، وغادي نضيفوا لها يا ضانون مسوس يا ماء ورد اللي عندكم في البيت ديالكم، ضانون مسوس اولا ماء ورد اولا حتى اللوز الحلو، بحق اللوز الحلو ضروري تضيفوا معاه شي حاجه باش ما تديروش فيه واحد الكميه كثيره. انا غادي نضيف كيعجبني صراحه في كل الوصفات، كيعجبني ضانون مسوس لحقاش كيعطي واحد الترطيب، يعني انت كتغدي البشره ديالك وفي نفس الوقت كتعطيها واحد الترطيب. بصراحه هو اللي كنستعمل دائما في الوصفات، قليل الا استعملت ماء ورد الا ما توفرش عندي. غادي ناخذ معلقه حتى 2 معالق ديال ضانون مسوس. صافي نخلطوهم جيدا، ومن بعد غادي نطبقوهم في المنطقه اللي بغينا، هي الوجه هي الجسد ديالنا. وكنخليو بالنسبه للطريقه ديالها كنخليو هاد الوصفه حتى كتقصح البنات، ما كنحيدوهاش ديك الساعه، كنخليوها حتى كتقصح في البشره ديالتنا. ومن بعد ماشي نشدو نحكو نحكو يعني نحكو الوجه بحال هكا، مازال الجسم ماشي مشكل، الوجه دائما نبللو هو الاول بالماء حيت باش نديرو مساج خفيف، يعني ماشي يكون قاصح داكشي ونبدا نقشرو، راه كنهلكو البشره ديالتنا هكاك. داك الشيء هو اللي كيخلي دوك التصبغات كيتكونوا فيها، اولا الناس اللي كيستعملوا بزاف المقشرات يوميا راه كيخرج داكشي على البشره. مقشر كتستعملوا مره في الاسبوع فقط، وفي نفس الوقت ما يكونش داك الحكام بزاف في البشره الوجه، فقط بشويه باش تحيد دوك الرؤوس السوداء وصافي، باش ما داكشي كيخلي التصبغات كيكونوا. كنطبقوها على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا راه كتكون كريميه هذه الوصفه. كنخليوها كما قلت لكم حتى كتنشف مزيان، كنبللوا الوجه ديالنا بشويه ديال الماء دافي، ومن بعد كنديروا مساج خفيف وكنغسلوها وبالصحه والراحه. ودائما الوجه ديالكم ما تمسحوش بالفوطه تبقاو تمسحوا يعني بزاف تنشفوا مزيان، خليوه مبلل شويه، ومن الاحسن تمسحوا بالكلينكس الا عندكم، حيت كما قلت لكم داك الوجه باش ما كتفرصي عليه باش ما كينوضوا فيه التصبغات بزاف.
هذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كما قلت لكم راه كداوموا عليها ان شاء الله مره حتى جوج مرات في الاسبوع، ماشي اكثر، جوج مرات في الاسبوع بالاكثر صافي. ان شاء الله غتعطيكم واحد النتيجه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم، باي باي.